هذوك الطموح. est-ce que c'est le cas de Gahadou Leribin. Donc il y a deux critères de sélection. Euh, être avoir un certain temps de jeu, être bon, et avoir toujours cette envie de rejoindre cette équipe nationale. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Des fois non. Donc Adou, c'est à vous de faire vos enquêtes, à vous de poser les questions aux personnes. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وأشرف المرسلين، متابعي قناة الإعلامي أمين نايت العربي عبر اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم خوتي رايحين نتحدث على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جمال بالماضي في الندوة الصحفية في المركز التقني بسيدي موسى أمس الأحد بخصوص التربص الذي سيجريها المنتخب تحسبا لمباراتي الرأس الأخضر ومصر الوديتين في 12 و16 من أكتوبر على التوالي. المنتخب الجزائري سيلعب أمام منتخب جزر الرأس الأخضر في 12 أكتوبر الجاري في قسنطينة في ملعب الشهيد حملاوي، قبل أن يتنقل إلى الإمارات إلى مدينة العين الإماراتية من أجل خوض مباراة ودية أخرى أمام المنتخب المصري في مباراة ودية وصفها الناخب الوطني جمال بالماضي بالاختبار الصعب والجدي. سنعود أيضا إلى تصريحات الناخب الوطني بخصوص اللاعبين المحليين الذين تحدثت عنهم وسائل الإعلام الجزائرية، وقال البعض أن لديهم مكانة في المنتخب الوطني. وسنتحدث أيضا عن خبر يعني من المصادر المقربة لياسين براهيمي لاعب المنتخب الوطني الذي لم يتم استدعائه منذ إقصاء المنتخب الجزائري من مونديال قطر 2022 بعد الخسارة أمام المنتخب الكاميروني. إذن كل هذه الأخبار سنتحدث عنها في الفيديو الذي ننشره اليوم. إذا بداية تحدث الناخب الوطني عن اللاعبين المحليين في ندوة صحفية، وقال أنه لا يوجد أي لاعب محلي يملك مكانة أساسية مع المنتخب الوطني، ولا يوجد أي لاعب يغفل عنه في الوقت الحالي. وهذا ما يؤكد أن الناخب الوطني يعلم جيدا كل صغيرة وكبيرة بخصوص أي لاعب ينشط حاليا في الدوري الجزائري. هناك أمر آخر أنهى به الجدل الناخب الوطني جمال بالماضي، وهي قضية ياسين براهيمي الذي لم يتم استدعاؤه في الكثير من التربصات السابقة بعد إقصاء المنتخب الوطني من مونديال قطر 2022، ثم التصريحات التي أدلى بها ياسين براهيمي وقال أن الحكم قسم لا يتحمل مسؤولية الإقصاء. هذه التصريحات أكدت وسائل الإعلام أنها سبب في إبعاد براهيمي عن المنتخب الجزائري. هناك أمر آخر أيضا، وهو أن بعض المصادر أكدت أن ياسين براهيمي لا يريد العودة إلى المنتخب الجزائري في الوقت الحالي بسبب وجود المدرب جمال بالماضي على رأس العارضة الفنية ووجود خلافات مع هذا المدرب بسبب تصريحاته. صحيح أن الناخب الوطني قال أنه يملك علاقة جيدة مع ياسين براهيمي في ندوات السابقة، ولكن في ندوة صحفية أمس أنهى الجدل وقال أن براهيمي ودعا الصحفيين إلى ضرورة الاستقصاء، إلى ضرورة البحث عن الأسباب الرئيسية والحقيقية لعدم وجود براهيمي في قائمة الناخب الوطني في التربصات السابقة. المصادر تؤكد أن براهيمي لا يريد العودة حاليا إلى المنتخب الجزائري بسبب خلافاته مع جمال بالماضي، وهذه تبقى يعني من بين الأخبار التي أثارت جدل واسعا في وسائل الإعلام القطرية والجزائرية. الآن يجب على براهيمي أن يصرح ويدلي ويكشف عن حقيقة التصريحات التي أدلى بها الناخب الوطني جمال بالماضي. يجب على براهيمي في الوقت الحالي أن ينهي هو الآخر الجدل القائم بخصوصه، ويؤكد ويكشف عن الأسباب الرئيسية التي يعني لم تجعله يعود للمنتخب الجزائري. الناخب الوطني هو يسعى بكل الوسائل لتشبيب التشكيلة، وهذا ما جعله يستغني عن بعض اللاعبين الذين يتقدمون في السن حاليا والذين لا يقدمون مستويات مع أنديتهم الحالية. ولكن الأمر يختلف مع ياسين براهيمي الذي يتألق بشكل كبير مع تشكيلة الغرافة وساهم في تحقيق الكثير من النتائج في المباريات السابقة، ولكن يبقى بعيدا عن المنتخب الوطني. هناك سبب آخر برأيي بخصوص عدم استدعاء الناخب الوطني للاعب ياسين براهيمي،
هو الزخم الكبير الذي يملكه جمال بالماضي في مركز وسط ميدان الهجوم على الرواق الأيسر. يملك لاعبين قادرين على تقديم الإضافة في هذا المنصب على غرار سعيد بن رحمة وحتى شعيبي وحتى عمورة الذي ينوي توظيفه في هذا المركز. إذا هذا كان خبر عدم رغبة ياسين إبراهيمي في العودة إلى المنتخب الوطني حسب مصادرنا، ويبقى ياسين إبراهيمي مطالبا بالتصريح والتأكيد على التأكيد بخصوص هذه الأخبار. حتى الناخب الوطني قال في تصريحاته الأخيرة أنه يجب على الصحفيين البحث وكشف الأسباب الرئيسية لعدم عودة إبراهيمي إلى المنتخب الوطني. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الفيديو، نلقاكم في موعد مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.